السلام عليكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى هنعمل وصفة مكرونة جديدة جدا، اختراع سهلة ولذيذة، وفي 10 دقايق هتكوني محضراها ومن غير مكونات كتير، وكلها كده في حاجة واحدة من غير مجهود اصلا. في ثواني هتكوني مخلصاها. شوفي الفيديو للاخر عشان تستفادي معايا يا حبيبة قلبي. لو اول مرة بتشوفيني اشتركي في القناة واعملي لايك وشير الفيديو كده. وقبل ما نبدأ سموا بالله وصلوا على الرسول. هنا معايا مكرونة سباكيتي وربع كيلو لحمة مفرومة، ومعايا فصين توم مفرومين، ومعايا كوبايتين عصير طماطم. حاجات سهلة جدا، وشوية بهارات، وشكرا على كده. هجيب المكرونة زي ما انتوا شايفين كده، بضم شوية كده على بعض، حوالي 10 12 عود من المكرونة ده. واللحمة مفرومة ناعم، وفيها نسبة من الدهون، وفيها بهارات بتاعتها بتاعت الكفتة، وفيها بصلة تفل، بصلة صغيرة مع قرن فلفل. بفضل اضغط عليها كده فوق المكرونة زي ما انتوا شايفين، عشان تعمل معايا صوابع كفتة فوق المكرونة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. حاجة جديدة وسهلة وطعمها فوق الخيال. جربي ومش هتندمي. بتجيبي برضو شوية تاني كده، هعمل معاكم تاني هون. وافضل احط اللحمة كده واضغط عليها بايدي. بس بصي حاولي انك تضمي المكرونة كده على قد ما تقدري، كأنها ايه صباع واحد، بس هيسهل ليكي اكتر. انما لو سبتهم مفرودين كده بعيد عن بعض هتغلبك وهتلاقيها بتقع منك. اضغطي كده بايدك عليها جامد، هتتصبع معاكي بكل سهولة زي ما انت شايفة كده يا حبيبتي. اضغطي كده عليها جامد. حابة بقى بصي تكبريها خالص كده، عايزة تعملي صوابع اصغر شوية كده فوق الكفتة، عادي خالص. بصي هجيب تاني شوية كده زي ما انتوا شايفين. انا كده خلصت كل الكمية معايا، يعني ربع كيلو بيعمل معايا حوالي 10 9. يعني انا ما كملتش الربع كيلو كله، كمان دول اقل من ربع كيلو. انا كنت مستعجلة وعملت كده، وسبت بقى حتة كده فضلت مني سبتها. جبت بقى حاجة على النار كده، صينية بقى، طاسة، اي حاجة بس تكون بطول المكرونة، عشان انتي هتحطيها كده بالطول. فانا جبت الصينية الطويلة دي، حطيت فيها معلقتين زيت، معلقتين سمنة قصدي، او زيت برضو عادي بينفع، كله يمشي. وبتسيبوهم يسخنوا كويس، وتنزلي بقى بالمكرونة كده اللي هي فيها الكفتة واحدة واحدة كده. برصها كده جنب بعضها زي ما انتوا شايفين كده. بتتشمع كده على الجنب، وببدأ اقلبها على الجنب التاني، بتاخد تشميعة برضو، بتبقى معايا حلوة قوي. وبعدين هشيلها، بس اصبر عليها بس كده شوية. بالصينية بتاعتي المعوقة دي الصينية بتاعتي معوجة اصلا، كانت وقعت مني قبل كده. فهي في مكان كده في المادة الدهنية باينة، ومكان ناشف هنا من الجنب ده. انا هجيب ايه شوية زيت كده وهحطهم عليها، عشان انا حاسة كده كلها مش فيها المادة الدهنية، مش واصلة لها كلها، عشان هي ايه مش مظبوطة كده. وبقى وقلبتها بقى زي ما انتوا شايفين كده يا حبايبي. ما تنقليهاش كده خالص غير لما تتشمع كده، عشان بصوا ما تفكش منك. انا بقلبها بالراحه خالص. ودلوقتي ايه هبدا اشيلها هون واحده واحده. انا بحركها بالراحه طبعا عشان ما تفكش مني، بس هي كده اتشمعت مش هتفك ولا اي حاجه. ببدا اشيلها كده واحده واحده، وبحطها في طبق تاني خارجي كده. ومكان بقى الكفتة كده ما هي منزلة من الدهون بتاعتها، بتبقى بقى طعمها حلو. هنزل بقى في فصين التوم اللي انا قلتلكوا عليهم، مفرومين بقى مبشورين ناعم. وعلى فكرة ممكن تستبدلي التوم ده ببصلة متقطعة صغير، يعني بتنفع ببصل وبتنفع بتوم، بتبقى حلوة قوي في الاتنين، بتبقى حلوة قوي. هتدي بقى التوم تقليبة كده، وهتنزلي بالبهارات اللي هي بتاعة الصلصة اصلا، بتاعة الصوص الاحمر. هنزل بقى بالبهارات دلوقتي، بس استنى بس التوم ياخد سنة لون كده بسيط خالص. بنزل بالبهارات كده بتاعتي دي، بابريكا وملح وكزبرة بقى وكمون وفلفل اسمر، شوية بهارات كده للصلصة بتاعتنا. وهنزل بكوبايتين عصير الطماطم زي ما انتوا شايفين كده، وبقلب بقى كويس. وبيشربوا بقى من الدهون اللي هي نزلت من الكفتة، بتبقى طعم التسبيكة حلو قوي. هسيبها بقى تغلي معايا. وده مكعب مرق، انا بكسره كده بايدي، وبحطه فوق الصلصة التسبيكة بتاعتي دي، واسيبها تتسبك. هي هنا بتغلي معايا هي. وبعدين انا هزودها كوباية مية، كوباية مية كبيرة كده عشان تبقى خفيفة معاكي، والمكرونة تستوي فيها. لو تقيلة مش هتسوي المكرونة معاكي من جوه، هتلاقيها استوت من بره ومن جوه لا.
لازم تزوديها كوباية مية كبيرة كده علشان ايه تستوي معاكي. ودوقي بقى الملح بتاعها وظبطي كده ايه الملح حسب ما انتي بتحبي الملح بقى. وبعدين انا رصيتها وهي بدأت تستوي معايا اهي، بحركها كده بلاقيها بصوا استوت من الطروف خالص اهي من بره كده. بس انا حاسه ان هي لسه من جوه لسه شويه، ما تستعجليش عشان ما تبقاش نيه من جوه. ما هي كده ايه سبتها كمان شويه وهبدأ بقى ان انا اغرفها. هي ما بتغيبش يعني، بس اهم حاجه كوبايه الميه اللي انا قلتلك عليها عشان تستوي معاكي من جوه. خلي بالك من التركات الصغيره دي بتفرق جامد. هنا بقى انا هبدأ اغرفها كده، بتبقى بقى شكلها حلو قوي في التقديم. ويا سلام بقى لو عندك عزومة او اي حاجة كده، عندك ضيوف ممكن تعمليها بتبقى شكلها تحفة تشرف بصراحة. وجديدة لسه جديدة، مفيش حد كتير يعرفها اصلا، مفيش حد يعرفها لسه. شكل جديد وطعمها حلو قوي، وكلها كده في حاجة واحدة، وشكلها كده يفتح النفس على السفرة. ممكن بقى لو عندك شوية بقدونس ترشهم عليها كده من فوق، بس انا ما كانش عندي الصراحة فسبتها كده زي ما هي. والصوص الاحمر ده مش هنرميه، انا شلته هحطه في طبق كده صغير واحطه جنبها، بتاكلي منه برضو بيبقى طعمه حلو قوي جنب المكرونة. ويا حبايب قلبي لو عجبكم الفيديو لايك وشير وصلوا على النبي كده. مع السلامة حبايب قلبي.